عايزين نعرف الأول إيه هي مكونات حقن الإبيفاسي. دي بتحتوي على هرمون ال HCG أو الهيومن كوريونيك جونادوتروبين، وده هرمون بيدعم النمو الطبيعي للبويضة داخل المبيض، وبيحفز إخراج البويضة أثناء عملية التبويض، وده بيزود من فرص حدوث الحمل. والهرمون ده أصلا بينتج بشكل طبيعي من المشيمة، ويعتبر أحد المؤشرات اللي بتظهر حدوث الحمل عند السيدات، وده أصلا فكرة عمل اختبار الحمل المنزلي. والأنبولة الواحدة بتحتوي على 5000 وحدة دولية من الهرمون. طيب إيه هي دواعي استعماله أو بنستعمل الإبيفاسي في إيه؟ خد بالك إنه بيوصف للسيدات والرجالة. بالنسبة للسيدات فهو بيستخدم لإحداث التبويض وعلاج العقم، أما بالنسبة للرجالة فهو بيحفز تكوين الحيوانات المنوية عند الرجالة اللي بيعانوا من قصور في الغدد التناسلية. وخد بالك إن بعض الرياضيين بيستخدموه لتحفيز إنتاج هرمون التستوستيرون قبل المنافسة في البطولات أو لمنع ضمور الخصية. طيب إيه هي الآثار الجانبية لحقن الإبيفاسي أو إيه هي أضرارها؟ أول حاجة ممكن يسبب صداع وتهيج وتعب وإرهاق. كمان ممكن يحصل تورم بسبب تجمع السوائل في الجسم خصوصا عند الرجالة. كمان ممكن يسبب آلام حادة في البطن، وممكن يسبب تسدي عند الرجال، أو كمان ألم في موضع الحقن، وممكن يسبب تضخم في كيس المبيض لو هو موجود. كمان ممكن يسبب جلطات دموية في الشرايين. وآخر حاجة حساسية مفرطة تجاه المادة الفعالة. الأعراض الجانبية الناتجة عن الإنفاسي بتكون خفيفة وبتختفي لوحدها، لكن لو ظهرت أعراض حادة أو مستمرة فواجب ترجع للطبيب المعالج فورا. طيب يا دكتور، إيه هي موانع استعمال حقن الإبيفاسي أو مين الناس الممنوعة من استعمالها؟ أول حاجة في حالة الحساسية المفرطة تجاه المادة الفعالة، كمان في حالة البلوغ المبكر، وبرضه في حالة الإصابة بورم بيعتمد على الهرمونات الجنسية سواء في المبيض أو الثدي أو الرحم، كمان سرطان البروستاتا أو الأورام المعتمدة على هرمون الأندروجين، كمان في حالة نزيف المهبل الشديد أو الغير منتظم، وبرضه في حالة وجود تشوهات للأعضاء التناسلية عند السيدات واللي بتمنع وجود الحمل، وآخر حاجة وجود تضخم أو تكيس في المبايض. طيب إيه هي جرعة حقن الإبيفاسي؟ بالنسبة للسيدات عشان تحفيز المبيض فالجرعة هتكون من 5000 وحدة إلى 10000 وحدة في اليوم التالي للجرعة الأخيرة من مادة المينوتروبين. وللي ما يعرفش فالمادة دي بتكون موجودة في الإيبيجونال والميريونال. أما بالنسبة للرجالة لعلاج العقم فالجرعة بتكون 5000 وحدة 3 مرات أسبوعيا لمدة 4 إلى 6 شهور، وده قبل إعطاء مادة المينوتروبين.